عليكم. أهلا بيكم في قناتي قناة أجريكلتشر. معاكم مهندسة زراعية إسراء مصطفى، خريجة زراعة سباباشا. النهاردة هتكلمكم عن موضوع مهم جدا، ازاي تفتح نفسك للمذاكرة. طبعا هتجيبي معايا ورقة وقلم والمادة اللي انت عايز تذاكرها. هتجيبوا المادة دي تفتحوها وتقسموها لموضوعات في الورقة والقلم. كل موضوع هنحط له سؤال بحيث ان السؤال ده يشمل الموضوع كله. في الورقة هكتب بالسؤال الاول كذا، والاجابة هتبقى شاملة الموضوع كله. في النهاية هيكون عندي كتاب المادة عبارة عن مجموعة اسئلة واجاباتها، وهيكون كده انا بالتالي لخصت الكتاب على هيئة اسئلة واجاباتها. في ملحوظة مهمة جدا، ان الموضوعات الكبيرة اللي مش قادر احفظها ممكن الخصها على هيئة نقاط، مثلا 1 2 3 وهكذا علشان تسهل عليا حفظها. وفي سؤال الناس هتسألهولي وتقولي ان طريقة الاسئلة دي بتيجي ساعات او الاسئلة دلوقتي بقت اسئلة اختياري ومش مقالي. طب ازاي كده انا هعرف احل الاسئلة دي او اجاوبها؟ هرد عليكم واقول لكم ان الطريقة المقالية دي هي اسهل طريقة تحدد بيها الاختيارات الصحيحة، لانك في اجابة الاسئلة المقالية لميت كل الموضوع. والطريقة دي انا اتعلمتها من كتاب علم النفس بتاع تالتة ثانوي بعنوان كيف تستذكر دروسك. العنوان عجبني جدا وانا بدأت اقرا فيه واعرف طريقتي في اللي هي تناسبني في الموضوع ده. طبعا ده كان بمساعدة والدتي اللي هي مدرس علم النفس، وانا استفدت منها كتير جدا. وهي برضو ممكن تكلمكم دلوقتي عن ازاي دراسة علم النفس بتفيد في الحياة كلها، مش لازم بس يكون طالب الأدبي بس، لا ده ممكن يفيد الطلبة كلهم، حتى كمان الناس العاديين، لأن دراسته مفيدة وشيقة في الحياة العلمية والعملية والتربوية. معاكم أمي هتكلمكم دلوقتي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم سناء مرتضى، مدرس علم نفس كبير معلمين. بالنسبة لدراسة علم النفس، طبعا أنا عندي بنتي الباشمهندسة إسراء. طبعا هي علمي، ولكن أنا كنت دايما بقول لها يا إسراء إن دراسة علم النفس مش للطالب الأدبي بس، لا هي بتفيد حتى كمان طالب العلم. فكانت وهي برضو كانت في المدرسة كنت دايما بجيب الكتاب واقرا لها الحاجات اللي هي بتفيدها، سواء كان في مذاكرتها او سواء كان في الحياة عموما. طبعا هي واخواتها. فانا اتعلمت من علم النفس كتير في حياتي وفي تربية ولادي والتعامل في شغلي. انا بقيت احسن كتير كتير بعد دراسة علم النفس. طبعا انا في الكلية انا خريجة كلية تربية قسم فلسفة واجتماع، وكانت دراسة علم النفس بتاعتي كانت عبارة عن دراستي في الكلية، مادة ضمن مواد اللي أنا درستها في كلية تربية. ولكن لما جيت أتعين طبعا خيروني بين إن أنا أدي فلسفة أو أدي علم نفس. فأنا الحب في مادة علم النفس لأن كنت بحبها جدا لما كنت طالبة. طبعا أنا كنت أدبي في ثانوية عامة، كنت طالبة أدبي. انا كنت بحبها جدا، فعلشان كده اخترت ان انا ادرسها. طبعا مش قادرة اقول لكم كمية السعادة اللي انا والحب لهذه المادة حببني كمان ان انا ادرسها. ولما كنت بقف في الفصل وبدرسها للولاد، طبعا انا كنت بدي ولاد صبيان يعني، فكانت دراستي لعلم النفس وحبي ليها ده كان بيخلي الحصة ممتعة جدا وانا بشرح للولاد. فكانوا حتى الولاد بيسألوني دايما انت يا ميس بتحفظي الكلام ده ازاي؟ فانا كنت دايما بقول لهم ان انا بحفظ الكلام ده علشان انا بحبه، وده اللي انا عايزه اوصله لكم. وان مادة علم النفس فادتني كتير ان انا اقول لولادي حبوا الحاجة قبل ما تحفظوها.
علشان لو انتوا حبيتوها هتقدروا تحفظوها. وكمان ان انا لما احب الحاجة هتفيدني في حياتي. يعني ممكن اقول دي المادة دي انا هستفيد بيها في ايه، لا بالعكس، ان المادة دي هتلاقي بعد كده ان هي بتفيدك في حاجات تانية. وكمان لو انت ما استفدتش بيها في حاجة هتوسع المدارك بتاعتك وتخلي مخك يعني يفكر في حاجات اوسع واوسع واوسع. وبالتالي لما انت هيبقى بتفكر في حاجات كبيرة وحاجات شيقة، فهتبقى اللي بيقولوا كده بالبلدي مخك موزون. يعني ايه مخك موزون؟ يعني بتستوعب حاجات كتير. واحنا طبعا ده علشان احنا في المدارس بقى وقسمنا العلمي والادبي، فده الحكاية دي على فكرة يعني خلت مدارك الولاد بتكون اقل. لكن لو احنا وسعنا المدارك بتاعتنا وعرفنا ان المواد كلها بتفيدنا سواء كان علمي او ادبي، مش بس عشان انت تذاكرها وتنجح فيها، لا عشان تفيدك في حياتك. زي ما بقولك كده، لما انا كنت بقول لولادي ان دراسة علم النفس بتفيدكم، فيقولوا لي هتفيدنا بايه؟ احنا كلنا علمي مش محتاجين علم النفس ده في حاجة. لكن لما انا حببتهم في المادة قلت لهم تعالوا بصوا ان ده هيفيدكم في كذا وده هيفيدكم في كذا، فعرفوا ان المادة دي بتفيدهم في حياتهم كلها. لدرجة ان هم بعد كده بدأوا يقولوا لي ان لما يحصل حاجة او موضوع او مشكلة يقولوا لي علم النفس بيقول ايه. يعني كنوع من المداعبة ان انا دايما اقول لهم علم النفس بيقول ايه في الحكاية دي. فاحنا لقينا ان كل حاجة في حياتنا داخل فيها علم النفس. حتى لو احنا بنتعامل كده مع بعض في خلال البيت او الاسرة، احنا كلنا بنتعامل بعلم النفس من غير ما بنحس، من غير ما بنشعر، في علاقاتنا مع بعض داخل البيت، او في تربية الام لولادها، او في تعامل الاب مع اولاده، او لما بنخرج بره بنتعامل مع اصحابنا واصدقائنا في المدرسة، او لما بنكبر شوية بنروح الجامعة، او احنا في الشارع، او احنا في الشغل بعد كده ان شاء الله لما بنتخرج. فعلشان كده عايزة اقول لكم ان ساعات كتير جدا في حاجات بنقول ايه هتفيدنا في ايه، ايه مش هتفيدنا في حاجة من المواد اللي احنا بندرسها، وبنتفاجئ بعد كده ان احنا نقول لا ده المادة دي فادتني في حاجات كتير في كذا وكذا وكذا، وسعت مداركي في كذا وكذا وكذا، وخلتني بفكر في حاجات كتير كذا وكذا وكذا. علشان كده ولاد مش عايزاكم تستهونوا بالمواد اللي انتوا بتدرسوها بمجرد ان انتوا اهو عدت علينا وهنتخلص منها وهنذاكرها في الامتحان وخلاص. لا، عايزاكم تحبوا المواد اللي انتوا بتدرسوها. علشان اول حاجه طبعا اللي انا قلت لكم كده هتقولوا دي نصايح بقى وعايزه انا عشان التقدير وعشان، لا، انتوا لو حبيتوا الحاجه وعملتوها بحب، ذاكرتوها بحب، هتقدروا ان انتوا تجيبوا فيها درجات عاليه وتقدروا تجيبوا فيها تقديرات عاليه. علشان كده نصيحتي ليكوا حب اللي انت بتذاكره. ولو انت يعني المادة دي دايما كان في كده حاجات انا بقولها لنفسي حتى ايام ما كنت طالبة، مفيش حاجة وحشة، مفيش مادة وحشة. يعني ما كرهش نفسي في مادة اقول المادة دي وحشة، لا هي معايا خلاص، هي اتفرضت عليا، يبقى لازم ان انا اتعامل معاها. حتى لو انا ما حبيتهاش لازم ان انا اتعامل معاها علشان اقدر اعدي فيها. ان شاء الله ربنا يوفقكم كلكم وينجحكم كلكم انتوا وولادي. ولو حد عايز يبقى يسألني اي حاجة ممكن يسألني. ربنا يوفقكم ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.